السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل، صباح السعادة، وصباحنا كالعادة سكر بزيادة. طبعا انا جايب لكم الفيديو ده من بره الغية، وهنخش دلوقتي جوه علشان نقفل الطريحة رقم 1 ونفتح الطريحة رقم 2. انا طالع لك بعد ساعة والشمس جمدت شوية شوية. تعالى شوف الزغاليل لما الشمس بتجمد عليهم بتعمل ايه. تعالى معايا، يلا بينا خشوا كده الغية بالراحة. بص يا ريس، كلهم عملوا ازاي؟ قعدوا ازاي؟ خلاص بقى الشمس حمت عليهم كلهم في الارضيه زي ما انت شايف اهو. بص حبايتين ذره بس هيعملوا ازاي. بص اول ما يترموا حبايتين الذره هيعملوا ازاي. بص بص اهو اهو، اول ما رميت حبايتين الذره بص عملوا ازاي. هنشد الشبكه عليهم، يلا بينا اهو. خشوا لهم، خليكم معايا بقى كده بالراحه اهو يا رجاله اهو. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنحط لكل زغلول الكلفه بتاعته في الباب. كل زغلول كلفته هتتحط في الباب، وكل زغلول هيخش يكلف في بابه. الطبيعي دلوقتي اللي هيحصل ان انا هفتح لهم البيبان واحط لهم الكلفه. الزغاليل طبعا هتخش بيبانها غلط، وزغاليل هتخش بيبانها صح. اللي هيخش بابه غلط هنمسكه بايدينا ونحطوه في الباب بتاعه الصح. خلاص يا رجاله، هنقفل الزغاليل دي وارجع لكم علشان نفتح الطريحه رقم 2. وهل الطريحه رقم 2 هنجيب حاجه من طريحه رقم 3 نحطهم فيها ولا لا؟ يطلعوا يتدشروا معاهم وينشفوا معاهم. انتظرونا عشان احنا راجعين. ورجعت لكم يا رجاله، تعالوا بقى نشوفوا ايه التغييرات اللي حصلت دلوقتي. طبعا في المجموعه او الطريحه رقم 3 اللي انا بسيبهم في الارض اللي هم لسه صغيرين، لقيت فيهم 2 4 6، لقيت فيهم 6 زغاليل. ال6 زغاليل دول يعني تسيبهم كده في الارضيه يطلعوا الظهر بالعافيه. يطلعوا ايه؟ بس يطلعوا الظهر. خلاص يا رجاله اهم، ادي ال6 اهم، 2 4 6 اهم. كرك مسود واربعه غزار اهم اهم. انا دلوقتي عامل ايه فيهم بقى يا شباب؟ اعطيهم دشار، اعطيهم دشار، وفوق الدشار زي ما انت شايف حته موكيتا علشان الشمس ما تضربش في الزغلول ويحصل للزغلول اللي حاصل فيها دلوقتي. خلاص عليا النعمه، انا سحت، انا حاسه مش عارف اتكلم، لساني لزق في سقف بقي. محدش شاف بقي بس كان عاوز يعمل محتوى حمام. ال6 دول خدتهم من رقم 3 وهنحطهم في رقم 2. طيب هنحطهم ازاي يا ابو حازم؟ وهل الزغاليل دي ينفع تتساب دلوقتي؟ لا. الطريحه رقم 2 بقى 3 4 ايام انا مسيبهم يطلعوا ينزلوا بس كده. التانيين خدتهم منهم اللي هم ناشفين وفكين ريشه واتنين، دول لسه طريين، فهياخدوا تشار كده بتاع 4 ايام ويشوفوا الزغاليل التانيه طالعه نازله طالعه نازله، وبعد كده افتحهم معاهم يطلعوا وينزلوا معاهم. عقبال ما ربنا يسهل نشوف النتش اللي فيهم نشدها. عقبال ما نشد النتش اللي فيهم تكون الطريحه رقم 3 فيها زغلولتين 3 كده نشفوا نقوموا حاطينهم، وهكذا شغال بالطريقه دي. ان شاء الله باذن الله في اسرع وقت ان شاء الله هنعمل 40 50 دقه من الزغاليل دي. تابع معايا وركز معايا عشان المحتوى ده جامد قوي. ويلا بينا عشان نفتحها عليهم. بسم الله. 3 4 5 6 7 اصبر يا ولا 8 9 فين تاني؟ مين دول بره؟ 10 اهم، دول كده 10، دول كده 10 ماشي. ما انا خدت منهم بقى، انا خدت بتاع 5 6 حطيتهم في الزغاليل التانية. خدت 5 6 اللي هم ما شاء الله عليهم يعني، حطيتهم في الزغاليل التانية. دول 10 اهم، وخدنا 6 حطيناهم عليهم يبقوا 16.
اهو ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. يا جدعان الكرك دوت، الكرك ده اخوه اللي طلع على بنفسه في الشارع ما جاش تاني. الكرك ده اخوه الكبير، ده الصغير بقى اهو. برضو نفس الشغله بتاعت الزغاليل التانيه، تحديق وبتاع وهيقعدوا في الارضيه والكلام ده اهو. طبعا انا سايب بقى الزغاليل التانيه في الدشار تبقى شايفاهم. طب هتعمل ايه يا ابو حازم بعد كده؟ هيقعدوا ساعه زمن، ساعه زمن بالظبط، يطلعوا بقى ينزلوا يشوطوا يقعدوا على الغيه يعملوا اللي هم عاوزين يعملوه، اللي نفسه حاجه يعملها في الساعه دي. وبعد الساعه دي لسه في زغلول ما نزلش اهو، تصدقوا؟ الزغلول السبربي ما نزلش. دي احتمال كبير تطلع نتايه، بس انا عاوز ايه؟ اطيرها دي. احتمال كبير تطلع نتايه، بس انا قلت لكم النتايات ان انا اطيرها دي يبقى انا عاوزها عندي. دي يبقى انا عاوزها عندي. ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. الزغلول طلع فوق اهو. الزغلول ده طلع فوق اهو. ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. على فكره في الزغلول الابيض اللي فوق ده اخوه فك ريشه اهو. هو اخوه كل واحد فيهم فك ريشه. بصوا بصوا دي بقى اسمها كده بيكسر دوره يا جدعان. الحته اللي عملها دلوقتي دي كده وراح جاي من تحت الغيه وطالع تاني اسمها كده بيكسر دوره. دي كده اسمها ايه؟ كسر دوره. بيشوف هو شايل نفسه ولا لا. المهم يعني الزغلول اللي فوق اللي على الظهر ده وده اخوه ممكن يكونوا فكوا ريشه. واحد هيقول لي تربو طب انت ما حطيتهمش ليه في الدفعه الثانيه؟ بنسبه كبيره طالعين طواير، فانا سايبهم مش مستعجل عليهم يعني. كده كده بنسبه كبيره الاثنين يطلعوا طواير بنسبه كبيره، او ذكر وانثى اهو. انا ممكن احطهم على الدفعه الثانيه، بس انا سايبهم عشان احتمال كبير يطلعوا طواير بصراحه يعني. الاثنين شاكك فيهم شك كبير يعني. بصوا واحد في الباب اهو، وانتوا لو ركزتوا كده اهو شوفوه كده اهو. واحد اهو والتاني اهو. ايوه اللي بياكل ده اهو. ايوه ده اهو. هو ده اخوه. فانا شاكك كده اللي دول نتش الاثنين. وفي واحد تالت اهو برضه مش عارف، احتمال يطلع نتايج. علينا الديكوره خلاص. الديكوره انا خدتها ايه؟ رشعتها يا معلم هنا. الزغلوف عامل ازاي؟ الديكوره انا رشعتها هنا خلاص. طيب خلاص يا رجاله. طبعا انا قلت بس ايه افتح واديك تركايه كده على اللي حاصل في المجموعه الثانيه. وهي ساعه زمن، انا هنزل تحت يعني يا دوب اخد شاور اعمل اي حاجه، انزل اقعد تحت حنفيه اعمل اي حاجه بجد والله العظيم. ساعه زمن وهطلع وقام جاي شادد الشبكه عليهم كلهم تحت الشبكه. هتكلفهم ابو حازم؟ لا مش هكلفهم. اخد الزغاليل دي احطهم معاهم تحت الشبكه يقعدوا مع بعض كده نص ساعه ولا حاجه، وبعد كده اكلفهم كلهم في البيبان. وبعد ما اكلفهم افتح التريحه الصغيره اللي هي التالتة وارميها في الارضيه واسيبها عقبال ما ربنا يسهل ونجهز التريحه الرابعه. مش هحل السنه دي. التربو لما يقول لك مش هحل مش هحل. تعالى كده معايا ان شاء الله. كل اللي طلع كده، بس انا مش عايز اصور يا جدعان، انا هصور لكم حته بس. كل اللي طلع كده ان شاء الله كده باذن الله اهو. كل اللي طلع كده ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله اهو. ما شاء الله. خالصه رجاله اخواتي وحبايبي، اشوفكم على خير. تحياتي ليكم ولكل الناس اللي بتتابعنا من جوه مصر ومن بره مصر. تحياتي لكل الوطن العربي. احلى صباح عليكم واحلى صباح على كل الناس. والتربو من مكانكم بيقول لكم جاب جاز يا ناس. واللي يقول لك التربو انتهى قول له ده عندها، ده احنا لسه بنبتدي يا عم الحاج. سلام.